حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أنا جيت اليوم باش نجاوب على الأسئلة اللي طرحتو في الصفحة ديال الحكومة. واش ممكن نخلص على راسي التقاعد من دابا بلا ما ننتظر 2025؟ وشحال خصني نخلص ونحسب قطاعات مثلا على سميك 3000؟ وشكرا. فعلا كيمكن للإنسان العامل غير الأجير أنه ينخرط في واحد النظام ديال التقاعد اللي هو نظام الآن غير إجباري، ما غاديش يكون نظام إجباري حتى 2025. بالنسبه للنسبه ديال الانخراط هي 10%. يعني الا كان الوعاء ديالك هو 3000 درهم غتخلص 300 درهم على التقاعد ديالك. ما مفهوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما هي مهامه؟ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مؤسسه عموميه، المهمه ديالها الاساسيه هي التدبير ديال واحد العدد ديال الانظمه ديال الحمايه الاجتماعيه. اولا النظام ديال التقاعد، والنظام ديال التامين الاجباري، كذلك النظام ديال التعويضات العائليه الى ما غير ذلك. بالنسبه للعمال ديال القطاع الخاص الان تزاد في المهام ديالنا تدبير ديال التامين الاجباري عن المرض بالنسبه للعمال غير الاجراء، وكذلك ان شاء الله تدبير ديال التامين الاجباري بالنسبه للناس اللي كانوا كيستافدوا من الرامد، او هذا الشيء في اطار التوسيع ديال والتعميم ديال التغطيه الاجتماعيه. كيفاش يمكن للعامل غير الاجير اللي ما خاضعش نظام المساهمه المهنيه الموحده والنظام القومي الذاتي يخلص اشتراكاته في لامو؟ بالنسبه للعامل غير الاجير اللي هو ماشي اللي كنسميوه سي بي يو، المساهمه المهنيه الموحده، وكذلك ماشي مقاول ذاتي، يمكن له يخلص المساهمات ديالو عبر عده وسائل. اولا يمكن له عندنا قطاع بنكي في هذه الحاله بلا ما يعني يحمل راسو على انه كل شهر يمشي يبدا يدير داك الخلاص. حنا كنديروا الاقتطاع ديال المساهمه بصفه مباشره من الحساب البنكي ديالو. المساله الثانيه يمكن يخلص عبر اللي كنسميو داك الملتي كانال، يعني في هذيك التطبيقات ديال داك الهاتف الذكي كيمكن يخلص بواحد يعني الطريقه اللي هي سهله عبر الملتي كانال. المساله الثالثه يمكن يخلص في هذوك المكاتب القرب، لان كاين تقريبا واحد 4000 ديال المكاتب القرب اللي يمكن له يمشي يخلص فيها. اش كنعني بمكاتب القرب؟ هادو بحال داك الشيء ديال بريد كاش، شعبي كاش، كاش بلوس، وفا كاش الى ما غير ذلك. هادوك المكاتب اللي يمكن يخلص فيهم كتكون عندهم واحد الورقه انه مكتب معتمد من طرف لا سي ان اس اس، ف يعني يخلص الاداء ديال داك المساهمات هو الان يعني مساله ميسره جدا، ويمكن للانسان يخلص عبر عده قنوات وبكل سهوله. كم نسبه التعويضات بالنسبه للحرفي؟ اللي بغيت نقول هو ان بالنسبه للتامين الاجباري على المرض وبالنسبه للنظام ديال العمال غير الاجراء فهو نفس النظام اللي كيجري على العمال ديال القطاع الخاص، نفس النسب ديال التعويضات اللي كتعطى وديال التحمل اللي كتعطى للعمال ديال القطاع الخاص. هذه النسب كيمكن تراوح من 70% كتمشي حتى ل 98% او 100% في بعض الاحيان، وفي بعض بالنسبه للحالات اللي فيها يعني امراض مزمنه وامراض مكلفه جدا. شحال ديال النقاط خاص يكونوا عندي باش نضمن التقاعد؟ هنا كنتكلموا على العمال غير الاجراء. الان بالنسبه كما قلت هذا النظام ديال العمال غير الاجراء غير اجباري. الى الانسان جمع ديك النقاط اللي يمكن تعطي له 1000 درهم ديال الراتب ديال التقاعد، ملي كيخرج التقاعد ديالو كياخذ داك الراتب 1000 درهم ما فوق. الا ما عندوش داك العدد ديال النقاط اللي كتعطيه 1000 درهم، ديك الساعه حنا كنعطيوه ان كابيتال، كنعطيوه واحد لاصوم، واحد المبلغ، لان ما يمكنش نعطيوه راتب اللي هو مثلا قل من داك المبلغ ديال 1000 درهم. شحال ديال النقاط اللي كيعطيو 1000 درهم؟ هذا الشيء لان هذا النظام هذا هو نظام كيعتمد على النقاط، ماشي بحال النظام ديال العمال ديال القطاع الخاص. فكل سنه كنحددوا شنو هو ذاك النسبه واشنو هو ذاك يعني لا فالور ديال القيمه ديال النقطه. اذا كان عنده 1000 درهم ما فوق كنعطيوه، ما كانش عنده قل كنردوا ليه ذاك المبلغ الكابيتال ديالو، راس مال ديالو. السلام عليكم، كيفاش غنعرف انني بديت كنستافد من خلاص على الابناء دفعت رقم من شهر 7 وشكرا؟ هذا واقيلا انسان اللي هو عامل في القطاع الخاص، ماشي من ديك العمال غير الاجراء. بصفه سهله، اما غادي تدخل التطبيق ديالنا داك ما سي ان اس اس بوين ما، عاد تدخل داك الفضاء الخاص ديالك الا عندك داك لو مود باس ديالك، ولا ما عندكش يمكن لك تتصل بداك لو سونتر دابيل ديالنا وما يعطوك لو مود باس باش شاك فوا كيمكن لك تدخل بسهوله لذاك الفضاء الخاص ديالك. الا ما بغيتيش دير هكذا يمكن لك كذلك تتصل بمركز النداء ديالنا، غادي تدخل غير داك البوابه ديال لا سي ان اس اس وغتلقى داك الرقم ديال الهاتف ديال هذا المركز ديال النداء، غتتصل بهم تعطيهم داك الرقم ديال التسجيل ديالك ويعطوك الملف ديالك فين اش مرحله فين كاين. هذا سائق مهني كيسول هل يعتبر حرفي؟ وشكرا.
سائق مهني هو كنعتبره عامل غير اجير، ولكن ما كيدخلش في ديك الخانه ديال الحرفيين، كيدخل في الخانه ديال السائقين المهنيين ديال الطاكسيات او ديال الشاحنات الى ما غير ذلك. ما مصير اللي عنده سي ان اس اس، لكن النقاط لم تكتمل عنده. هذا كنظن جاوبنا عليها، لان هو هذاك اللي مثلا كيوصل التقاعد وما وصلش الى ذاك العدد ديال النقاط، ما كيعطيوش ذاك المبلغ ديال الراتب اللي هو 1000 درهم فوق، فكنعطيوه راس المال ديالو. اذا كان اكثر كتعطاه التقاعد ديالو. هل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمل جميع التحملات بالنسبه للمنخرطين سواء داخل الوطن او خارجه؟ داخل الوطن لا سي ان اس اس كتحمل جميع المصاريف في اطار ذاك النسب اللي هي مذكوره، 70% في بعض الاحيان، ويمكن لا توصل حتى 98 او 100% في بعض الاحيان اخرى. بالنسبه للخارج، اذا كانت مثلا شي عمليه او شي علاج غير متوفر في المغرب ولازم الانسان يمشي يديرو على برا، في هذه الحاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيتحمل هذه العلاجات. ماشي غير السيد، كنتحملوا حتى ديك المصاريف ديال السفر ديال الناس اللي غادي يمشيو معاه، مثلا الاسره ديالو، الزوج ديالو او الزوجه ديال هذا المؤمن، او الام ديال الانسان اذا كانت المؤمن، اذا كان هذا السيد المريض طفل مثلا. ففي هذه الحاله هذه، وفقط في هذه الحاله، اذا ما كانش علاج متوفر في المغرب، فكنتحملوا جميع النفقات وبدون سقف. يعني عكس مثلا اللي كيديروا داك الشركات ديال التامين في القطاع الخاص، فبالنسبه للنظام ديال التامين الاجباري عن المرض ما كاينش سقف اللي هو محدد، ولكن الشرط وهو ان العلاج ما يكونش متوفر هنا في المغرب. من فضلكم شكون هي الفئات اللي معنيه بنظام لامو؟ الان الفئات اللي معنيه بنظام لامو، كاين النظام ديال العمال ديال القطاع الخاص، هذا هو النظام اللي دار من 2005. اللي جا جديد في هذه القضيه ديال التعميم هو النظام ديال العمال غير الاجراء. كنقصدوا بالعمال غير الاجراء جميع الفئات اللي كان عندها واحد يعني مهنه وعندها واحد نشاط يعني مهني، وهي ماشي صلاغي، ماشي يعني ماشي خدام عند شركه ولا شي حاجه بحال هكذاك. فهادو كاين عدد من الفئات. كاين مثلا ذاك المهن الطبيه وشبه الطبيه، كاين المهندسين، كاين الفلاحين، كاين الحرفيين، سائقين ديال الطاكسيات، سائقين ديال الشاحنات الى ما غير ذلك. فهذه الفئات كلها اللي عندها واحد نشاط اقتصادي، عندها مهنه، ولكن ما كتدخلش في الخانه ديال انها كتشتغل عند شركه ولا عند شي واحد عند رب عمل، فهي كتدخل في هذا النظام ديال العمال غير الاجراء. وكيمكن لها التجار مثلا حتى هما كيمكن لهم يستافدوا من النظام ديال لامو. هل هناك فرق بين التسجيل في القطاع الفلاحي والتسجيل بشركه تجاريه من حيث واجبات الانخراط ومن حيث التعويضات؟ ما كاين اي فرق بين العمال. فانسان مثلا كيكون عامل عند واحد رب العمل عند شركه، تكون هذه الشركه تجاريه ولا تكون شركه فلاحيه، فالنسبه ديال المساهمه في التامين الاجباري نفس النسبه اللي هي 6.37% كتحسب على ذاك الاجر ديال الانسان. وكذلك يعني جميع المساهمات الاخرين اللي كتتعلق بالتقاعد ولا بالتعويضات العائليه هي نفس المساهمات. وبالنسبه للتعويضات فهي نفس التعويضات، سواء كان الانسان في القطاع الفلاحي، كنهضر على العمال، او لا كان في القطاع التجاري يعني عند شركه تجاريه. ما مفهوم واجب التاخير وبكم يقدر؟ الواجب ديال التاخير وهو ان المساهمات اللي كيخص المؤمن يديها، او لا الشركه مثلا اذا كان بالنسبه يعني ذاك التامين ديال العمال ديال القطاع الخاص، فهذيك المساهمات كيخصها تأدى شهريا او لا حسب واحد الجدول اللي هو يعني محدد. اذا الانسان ما اداش المساهمه ديالو في ذاك الوقت ديالها المحدد في ذاك الاجل ديالها، فكيبقى يتحسب عليه واحد الدائره او لا واحد كما قلت واحد الواجب ديال التاخير. هو هذا الواجب بالنسبه للعمال غير الاجراء بالنسبه للتامين الاجباري عن المرض كيتقدر ب 1% شهريا، بدون انه يعني المبلغ الاجمالي ديالو يكون اكثر من المساهمه ديال شهر. بالنسبه للعمال يعني ديال القطاع الخاص ماشي العمال غير الاجراء، فبالنسبه للتامين الاجباري 1% ولكن ما فيهش سقف. وبالنسبه يعني ذاك النظام العام ديال التقاعد وديال لي زالوكاسيون فاميليال فهو 3% في الشهر الاول و1% بعد كل شهر من بعد داك الشيء. وما ما عندوش سقف يعني ما عندوش سقف زمني. هذا هو الواجب ديال التاخير.